الحرب الشاملة بدأت ومفيش مجال للتراجع. الخطر الأكبر يتحرك والدمار ينتشر في كل مكان، وميدوريا أمامه حل واحد فقط: استخدام القوة الكاملة للون فور اول، وإلا سيسقط العالم. بعد ما جيش التحرير انضم لاتحاد الأشرار وشيجارا كيتومورا بقى القائد الأعلى، عين التسع أشخاص دول علشان يكونوا القادة في جيش تحرير القوى الخارقة. وزي ما قلنا دي مجرد شكليات، لأن كل اللي هو عايزه هو الدمار فقط. بعد كده بيروح للدكتور علشان يحصل على القوة الخارقة اللي وعدوا بيها، وهدفه دلوقتي بقى واضح: الحصول على الون فور اول. وعلى الجانب الآخر بيتم التخطيط للحرب الشاملة بين جبهة تحرير الخوارق والأبطال. وبعد التحقيق بيقدر الأبطال بالتعاون مع الشرطة انهم يوصلوا للصراع اليمنى الأول فور وان، واللي هو جاراكي كيوداي اللي اكتشفوه انه شغال في مستشفى جاكو العام. ودي المعلومة اللي وصلت لهم من كورو، وتأكدوا منها عن طريق ارسال حد متخفي، واللي بدوره قدر انه يجيب الصور دي اللي اكدت كل حاجة. هيتم مواجهة الوضع ده بكل قوتنا. بيتم تقسيم الأبطال لفريقين: فريق على المشفى والفريق التاني على جبهة تحرير الخوارق. والطلاب هيشاركوا في المهمة دي بصفتهم داعمين للفريق. لازم نطيح بجبهة تحرير الخوارق في ضربة واحدة. واخيرا المعركة على وشك ان تبدأ، وكل فريق بياخد موقعه. بتيجي الاشارة لكل الفرق علشان يبدأوا الهجوم. لقد بدأت اخيرا. اندفار بيهجم على المشفى وبيطلب من ميركو انها تروح للمشرحة، المكان اللي فيه النومو. في الوقت ده كيوداي كان في المشفى ومش على باله اي حاجة، وبيقول ان شيجارا كيتومورا هيكتمل بعد شهر او اكتر. لكنه بيتفاجئ باندفار صاحب الوجه المرعب. بيحاول انه يهرب في الوقت ده، لكن ايزاوا بيمسكه وبيستخدم قدرته عليه علشان يزيل اي قدرة موجودة عنده. وكما هو متوقع، اكيد هيكون زي راس الافعى، عنده قدرة بتحافظ على شبابه، والميزة دي هي سر عمر اول فور وان الطويل. ايزاوا بيمسكه بيقوله في الوقت الحالي بيتم اخلاء المشفى علشان نجهز لقتال النومو، لكن لو قدرنا نسيطر على ده من غير ما يكون في إراقة للدماء هيكون اكيد ده خيار افضل. عقول النومو متبرمجة وما بتتحركش من غير تعليمات شخص معين، وبدون التعليمات دي هي مجرد جثث. في الوقت ده ميركو بتوصل للمشرحة، وكالعادة مفيش حاجة بتيجي بالساهل. الحيوان ده طلع نسخة من نسخ توايس، والاصل قدر يفعل النومو اللي بيبدأوا الهجوم الشامل على الابطال. الوضع خرج عن السيطرة. في الوقت ده كيوداي الاصلي كان موجود عند تومورا، وتخيل معايا ان كل دي قدرات مخزنة، وهو بيقول انا مستحيل اسيب المشفى دي وادمر كل اللي انا وصلت له. كل شيء متخزن هنا، حياتي باكملها. ميركو بتكون سريعة جدا وقوية بشكل مجنون، والحماس اللي عندها غير طبيعي. بتدمر كل شيء قدامها علشان توصل للحيوان ده، وبتقول له انت الحقيقي صح. بتبدأ في تدمير كل شيء قدامها، لكن كيوداي بيقدر انه يفعل الهاي اند نومو، وكلنا عارفين مقدار قوتهم وقدرتهم على التفكير والتكيف خلال المعركة. ده غير كده حماسهم الغير طبيعي لقتال الابطال. كيوداي بيستغل ده وبيهرب من المكان، لكن ميركو بتقول انها مش هتسيبه مهما حصل. انا انتهيت من الاحماء. كيوداي بيقول انا فقدت انا وشيجاراكي طريقة هروبنا، وفي الوضع ده لازم الجا لتحفات الفنية شيجاراكي تومورا. لكن ميركو عندها رأي تاني. باستخدام سرعتها الاسطورية بتحاول تتخطى الهاي اند نومو، ويا لها من مهارات جبارة. لكن الهاي اند نومو عندهم برضو قدرات قوية. واحد منهم باستخدام قدرته بيدمر لها دراعها، ولكن يا رجل يخرب بيت الجنان اللي عند ميركو. بتكمل هجوم عليهم، ولكن في حاجة بتحصل اصلا، وبتقدر انها تخلص على واحد من الهاي اند نومو، وبتقول لهم لو كنت قادرة ان اوقفكم بسحق رؤوسكم فالتعامل معكم هيكون اسهل من شرير عشوائي. الفريق التاني بيهجموا على مقر التحالف، واللي بيكونوا استوعبوا متاخر ان هوكس هو اللي عمل فيهم كده. في الوقت اللي بيتدمر فيه كل شيء، هجوم شامل من الابطال على المكان. بيخرج الراجل الكهربائي ده وفاكر نفسه انه جامد جدا بميزته وهيوقف الابطال، لكن كمان بسرعه بيتصدى للهجوم وبيسحب الكهرباء كلها عليه. وبيكمل الابطال هجوم على المقر، وريدسترو اللي كان عامل اجتماع بيجيله خبر الابطال بيهجموا عليهم. بيتعصب، ولكن بيكون فات الاوان. الابطال بيكونوا سيطروا على الوضع ويقدروا يقيدوا عدد كبير منهم بكل سلاسه، او ده اللي هم متخيلينه. توكويامي بيكون في المقدمه هو كمان، وبيستخدم دارك شادو في اختراق المكان، لكن ريدسترو بيتصدى ليه بقوته. دارك شادو بيرجع لتوكيامي وبيقول له في شخص مرعب جوه، واللي هو جيجانتو ماكيا. لكن فالجنب بيقول له ما تقلقش، على حسب التقارير هو مش هيتحرك الا بامر من سيده، وسيده ده بياخد قيلوله طويله دلوقتي. لما نشوف الموضوع ده بعدين. بعد كده على حسب الاوامر بينسحبوا من المكان، وتوكيامي بيعرف ان هوكس موجود هنا، والوحيد اللي صعبان على
عليا في الليلة دي كلها هو توايس. يا اخي مكانه مش مع الاشرار خالص. في الفترة الاخيرة كان كون صداقة مع هوكس ووثق فيه واعتبره واحد من اصدقائه، ودلوقتي بيتصدم ان هوكس قلب عليهم. بيتفاعل، عنده احساس بالندم لما بيستوعب اللي بيحصل، بيفتكر اللي حصل لاصدقائه عن طريق اوفر هول اللي جابه بنفسه للمكان، ودلوقتي الشخص اللي وثق فيه هو كمان طلع خاين. انا كنت فاكر اني لازم اثق فيه. هوكس بيقول له شكرا ليك بس انت كنت تعيس الحظ فقط. ايوه دي الكلمة اللي انا كنت بقولها لنفسي دايما، خطأ اني اتولدت من غير حظ. هوكس بيقول له كفر عن جرايمك وابدأ من جديد، لانه شايفه شخص طيب وبيعرض عليه انه هيساعده يبدأ من جديد. لكن توايس بيقول له اخرس، هو ده اللي بيعمله الابطال. ايه اللي تقصده باني ابدأ من جديد؟ انا ما بهتمش لنفسي من وقت طويل، انا روحي موجودة من اجل سعادة الجميع فقط، وانا هتحمل المسؤولية المرة دي. بيخرج عدد كبير من النسخ، ولكن يا رجل هوكس بيكون سريع جدا في تدمير النسخ دي وكأنها لا شيء، وبيقول انا مش هسمح لمشاعري انها تكون سبب في ارتكابي خطأ. لو كنت جيت معايا بهدوء كنا هنقدر نعمل حاجة، انا كنت معجب بيك فعلا. وبيسقطه على الارض، وقبل ما يخلص عليه بيتدخل دابي اللي بيقول لتوايس انت ما ارتكبتش اي خطأ، الابطال هم اللي مخطئين دائما، وبيهجم على هوكس وهو مش فارق مع توايس اصلا. لكن هوكس بيسحب توايس وبيتفادى الهجوم بسرعة، بس جناحه بيكون اتحرق. هوكس بيقول انت بتتصرف وكأنك عرفت اني هخونكم، ما تقوليش انك اكتشفت ده. فبيقول له مفيش حاجة اكتشفها اصلا، انا ما وثقتش فيك من البداية. هوكس دلوقتي في مصيبة، جناحه متدمر وبيواجه ميزة هي نقطة ضعفه واللي هي النار، ده غير المساحة الضيقة اللي موجود فيها، واللي بيزود الطين بلة توايس بيقدر انه يهرب منه. وبيقول لدابي يحرقه، وبالفعل بيهجم عليه دابي بهجوم قوي، وبيقول لتوايس بوجود واحد منك بس تقدر تدوس على كل الابطال، روح الكل في انتظارك. ولكن هوكس بيلتف عليهم وبيحاول يمنعه يهرب. دابي بينادي على هوكس باسمه الحقيقي تاكامي كيجو، فبيتشتت للحظة وبيكون مصدوم ازاي قدر يعرف اسم الحقيقي. توايس بيكون في حالة صعبة جدا، ورغم كده بيقول لازم احمي الجميع، احمي اصدقائك يا توايس. وبيخرج نسخة منه وبنشوف هوكس وهو بيهجم عليه في اللحظة دي، والنسخة بتروح تنقذ هيمك وكومبرس، وبيقول لهم انا اسف ده كل اللي اقدر اعمله، انا بعتذر منكم ده كان خطأي مرة تانية. هوكس نال مني، وبيرجع لهيمك المنديل بتاعها، وهيمك بتشكره في الوقت ده على انه انقذها. مستحيل كنت اطلب حياة افضل من دي، فلتمت يا هوكس. مين اللي اداك الحق علشان تقرر اني تعيس الحظ؟ انا سعيد علشان كنت هنا. توكيامي في الوقت ده بيلاحظ هجوم دابي القوي، بيلاحظ وجود هوكس هناك اللي كان في حالة صعبة جدا بسبب دابي. بيقول انا مش مصدق انك قتلته وبتعتبر نفسك بطل، لو كان توايس هنا بمثله كانت فرصتي اكبر في تحقيق حلمي. هوكس بيقول انا بحثت في تاريخ العصابة الا انت وشيجاراكي، ما قدرتش الاقي اي شيء عنكم، ازاي قدرت تعرف اسمي؟ لان هوكس من وهو صغير اجبروه يتخلى عن الاسم الحقيقي، ومفيش حد يعرف الاسم ده الا عدد قليل جدا، وكل اللي كان همه هو انه يبقى بطل زي اندفار. بيقول له انت مين بالظبط؟ وطبعا بيقول له لكننا ما بنسمعش. لكن هوكس بيتصدم لما بيسمع كلامه، وهو بيقول له اكتر من توايس والعصابه كان لازم تراقبني انا. العصابه شيجاراكي ما كانوش فارقين معايا من البدايه، لان العالم ممكن يتغير بسبب هوس شخص واحد، مفيش ابطال حقيقيين في العالم ده، انا اللي هحمل اراده ستين وبيهجم عليه. اندفار وايزاوا بيتوجهوا للمشرحه علشان يساعدوا ميريكو اللي كانت مستمره في قتال الهاي اند نومو، وهدفها الوصول لكيوداي. لكن المشكله انهم بداوا يتكيفوا على حركتها، فبتقرر انها تتجاهلهم وتروح لهدفها الرئيسي، ومهما كانت العقبات قدامها بتتخطاها بكل قوتها. وهي بتقول لنفسها لو كنت هتموتي موتي بعد ما تحققي هدفك يا ميريكو. وبالفعل بتوصل عند كيوداي، وبتكون عايزه تكسر المكان اللي فيه شيجاراكي. الهاي اند نومو بيحاولوا يوقفوها لكنها ما بتستسلمش وبتكمل في الهجوم. غريزتها بتعرفها انهم لو اطلقوا سراحه هتحصل مصيبه، فبتبدا في تكسير المكان. وفي الوقت ده اندفار وايزاوا اللي بيلغي قدرات النومو بيحاولوا يدمروهم. ميريكو بتقدر انها تدمر الكبسوله والنظام بينهار، لكنها بتكون في حاله خطيره جدا بسبب الاصابات اللي حصلت لها. كيوداي بيكون عاوز يقوم تومورا قبل ميعاده لان مفيش قدامه حل تاني، لكن بطل الصوت بيمنعه وبيسقط تومورا على الارض. بطل الصوت بياخد كيوداي وبيطلب من اكسلس انه يفضل مع تومورا. كيوداي بيقول للبطل الصوت قبل 7 سنين العالم كان بيسخر من نظريتي، وقالوا نظريه تفرد الخوارق بتاعتي سخيفه وبتستند على ادله ضعيفه، وتم
نفي فقط حتى وطني. والشخص الوحيد اللي مد لي ايده في الوقت ده هو اول فور وان. ميستي هي قوة الحياة واللي بتديني القدرة على اني اعيش ضعف الانسان العادي على حسب اللياقة الجسدية. عرضت عليه الميزة دي. الميزة اللي بمتلكها دلوقتي هي نسخة من الميزة الاصلية. انت صديق كورو صح؟ في الوقت ده اللي كنا عاوزينه هي ميزة المحو. اوبا، يعني الهدف كان ايسوا من البداية. بطل الصوت بيحاول يتحكم في اعصابه في الوقت ده رغم رغبته في تحويله لاشلاء. بنروح بقى للمصيبة اللي محبوس جوه عقله المدمر بين ذكريات الماضي. وفجأة بيظهر اول فور وان وبيقول له تعالى هنا. والمصيبة الاكبر كيودا بيقول ان وان فور وان لما توقع هزيمته ادى كل شيء لخليفته وقرر انه يمرر له ميزته. شيمورو نانا واهله بيحاولوا يمنعوه يروح لاول فور وان لكنه بيرفضهم وبيقبل قوة اول فور وان. في الوقت ده اكسلس بيشوف الآلة دي لسه شغالة فبيقرر انه يكسرها. السائل اللي محاول تومورا بيوصل للاسلاك اللي تسبب فيها اكسلس فبيتصعق تومورا وبيقوم علشان يكون مصير اكسلس الهلاك. بنرجع لهوكس ودابي على وشك انه يخلص عليه لكن توكيامي بيوصل في الوقت ده وبيلحقه. دارك شادو بيقولوا ان اجنحة هوكس اختفت فبيفتكر انه قال له قبل كده ان نقطة ضعفه هي النار لان اجنحته لو اتحرقت منها مش هترجع تاني. ودارك شادو بيكون في ورطة هو كمان بسبب ضوء النار بتاع دابي فبيطلب من هوكس انه يديله تعليمات علشان يهربوا من هنا. بيكتشف ان دابي عنده نقطة ضعف وبيحاول انه يكسب وقت. ونقطة الضعف دي هي ان جسمه بيحترق كل ما بيستخدم ميزته وناره بتضعف مع الوقت يعني ما بقاش يقدر يخرج النار في تتابع سريع. فبيدي الاوامر لتوكيامي انه يهرب دلوقتي. وتوكيامي بيستغل هجوم عشوائي من جيتن وبيقدر انه يهرب من المكان مع هوكس. ميدوريا في الوقت ده بيكون بيخلي الناس وبيسمع صوت بيقول له انه قادم اوقفوه. وده بيكون صوت الملك الاول للوان فور اول بعد ما اتحرر من اغلاله البشريه بقوته الصاعده انه قادم. وفي الوقت ده شيجاراكي بيطلق قوته اللي مداها بقى مجنون. جراند تورينو بيحذر الجميع وبيقول لهم اللي هيلمس الشقوق دي هيموت. الكل يهرب من المكان والقوه بتدمر كل شيء في طريقها حتى النوم. ومداها بيوصل لابعد من المشفى نفسها بيدمر المدينه وكل شيء في الطريق. انا مش قادر اتخيل ازاي ميدوريا هيواجه القوه دي وهي اصلا غير مكتمله. ميدوريا بيحاول يوقف الزحف ده عن طريق الوان فور اول لكنه بيفشل. شوتو بيحاول معاه لكنه برضه بيفشل فبيتراجعوا وبيحاولوا انهم ينقذوا اي شيء ممكن ينقذوه. شيجاراكي يقف والدمار في كل مكان. وبنعرف انه طلب من كيودا انه يصنع من كبسوله الغاء قدره اكتر لكن معظمها اتدمر. في الوقت ده بيسمع صوت اول فور وان جواه لكنه بيتجاهله وبيطلب من ماكيا اللي بقى خاضع ليه انه يتحرك. من دلوقتي انا هدمر كل شيء. وفجاه بيسمع صوت معلمه وهو بيقول له وان فور اول. واندفار بيهجم عليه في الوقت ده علشان يعمل ستار من النار وما يسمحلوش يهرب لكنه بيتصدم ان شيجاراكي بيقدر يتجدد زي النوم وهو كمان. الموضوع كده تخطى الحدود ازاي الكائن ده هيتدمر. اندفار بيحاول يوقفه لكنه بيكون قوي جدا. الميزات اللي خزنها معلمي وكانني ولدت بها لكن ليه لسه مش راضي. في الوقت ده بيسمع برضه نفس الكلمه وان فور اول فبيفتكر اللي قاله له كيودا عن الوان فور اول. دي الميزه الوحيده اللي ما مشيتش على حسب رغبه الاول فور وان. اندفار بيهجم عليه في الوقت ده وبيسمع وهو بيقول وان فور اول. وميدوريا بيسمع وبيعرف ان شيجاراكي وضعه كهدف ليه اخيرا. وغير كده بيقدر انه يحدد موقعه وبيروح باتجاهه. باكوجو بيكون سمع هو كمان وبيروح عند ميدوريا اللي بيكون هدفه انه يبعد عن المكان اللي موجود فيه الناس. ميدوريا بيكلم اندفار وبيقول ان في احتمال ان شيجاراكي بيسعى ورايا انا. اندفار بيتصدم لكن ميدوريا بيقول له هشرح لك بعدين وبيقول انا هحاول استدرجه المكان خالي من الناس. شيجاراكي بيلاحظ انهم بيتواصلوا مع بعض وبيدمر كل سبل التواصل بينهم. ده غير ان الصدمه دي بتصحي انهم كانوا مخفيين تحت الارض. وبيقدر انه يوصل لميدوريا اللي بيحس انه خلاص على وشك الموت لكن جراند تورينو بيقدر انه يلحقه قبل ما تتسرق الميزه. وبيقول لهم انتم كنتم ناويين تدخلوا في قتال معاه لوحدكم. انحلال شيجاراكي بيدمر كل شيء بيلمسه يعني بمجرد لمسه واحده هتموتوا. الابطال كلهم بيهجموا عليه في الوقت ده واذا وبيعطل قدرته. اندفار بيهجم عليه بهجوم قوي جدا لكنه بيقدر انه يتفاداه بمجرد استخدام قوته البدنيه فقط يعني زي اول مايت. جراند تورينو بيقول لميدوريا وباكوجو يفضلوا متخبيين لان في حاله اتسرقت وان فور اول فكر في الاسوأ اللي ممكن يحصل. وغير كده بيتصدموا بالنوم اللي في وشهم. اندفار والابطال بيحاولوا بكل الطرق ولكن تومورا حتى من غير ميزاته قوي جدا لدرجه انه بيهين اندفار ومهما حاول يوصل له ما بيعرفش. ولما بيمل شيجاراكي بيروح ليزاو علشان يخلص عليه وترجع له قدرته تاني ولكن ميدوريا بيتدخل في الوقت ده. ميدوريا بيقول لجراند تورينو لو كان شيجاراكي مش قادر يستخدم ميزته خلينا نقاتل احنا كمان بسبب انهم الابطال مش هيقدروا انهم يوصلوا لهنا. لو اتوقف تاثير المحو عليه وبدا يستخدم الانحلال مره تانيه فاسوأ حاجه هتحصل اننا هنفقد المعلم ايسوا. باكوجو بيتدخل هو كمان في المعركه فبيهجم عليه تومورا ورغم استخدام ميدوريا للصوت الاسود الا انه بيقدر يوصل ولكن اندفار بيتدخل. شيجاراكي بيكون عايز يخطف ميدوريا ويهرب من المكان لانه لسه ما اكتملش لكنه برضه بيسمع نفس الصوت مره تانيه يحصل على الوان فور اول. واللحظه بيتحكم اول فور وان وبيقول وان فور اول هتكون ملكي يا اخي الصغير. شيجاراكي بيستوعب انه مش
مش هو اللي بيتكلم. احساسك بذاتك قوي للغاية يا معلم، دي قوتي وده جسدي. انا مش بعمل كده بسبب هلوسة صوتك. انا فكرت في ده قبل كده، ازاي حد بيلقب بسيد الشر ارغم على الاستسلام من قوة شخص واحد. انا بشكرك لانك دربتني طوال الوقت ده، لكن انا مش عايز اكون زيك، انا عايز اكون افضل منك، علشان كده اخرس. دي هي ارادتي. انا هاخد الوان فرول منك يا ميدوريا. في الوقت ده باكوكو بيلف من وراه وبيهجم عليه، وميدوريا هو كمان بيديله واحدة من ركلاته القوية، واندفار وراهم بلكمة قوية جدا. بنروح بقى لاتحاد الاشرار اللي بيكونوا عاوزين يهربوا مع جيجانتو ماكيا، اللي ما بيكونش همه الا انه يوصل لتومورا. الابطال بيحاولوا يوقفوه بكل قوتهم، وهم ما كانوش ملاحظين وجود اعضاء الاتحاد اللي بيهجموا عليهم وبيمنعوهم من الوصول لماكيا القوي جدا اصلا، وما فيش حل غير انهم يخدروه. والمهمة دي بتروح لياو اللي هتنتج المخدر اللي هيستخدموه في تخدير الوحش ده، وبالفعل بيقدروا عن طريق خطة ياو انهم يثبتوه وبيرموا عبوات المخدر عليه، ولكن مش بالسهولة دي. ماكيا بمجرد نفخة واحدة بيخرج عاصفة بيستغلها دابي علشان ينشر نيرانه وتكون اقوى. الابطال بيستمروا في المحاولة، وماكيا بيقول انا مش هينفع اضيع وقتي على الحشرات دي، لكن بيقدر كريشما انه يرمي واحدة من عبوات المخدر في فمه. الابطال بيكونوا عاوزين يستغلوا الفرصة ويهجموا عليه دفعة واحدة، لكنه بيكون زي منهم وبياخد وضع القتال المرعب ده. بنرجع لشجرك اللي بيكون على الارض بعد ضربة اندفار، بيقول لهم انتم يا ابطال علشان تنقذوا غرباء ما تعرفهمش حتى بتهملوا عائلاتكم. ده اللي قاله لي ابويا وانا مقتنع بده. اندفار بيهجم عليه قبل ما يخلص كلامه، لكنه بيتفادى الهجوم وبيروح وبيتوجه بسرعه على ايساوا. جراند تورنو بيقدر يوقفه لكنه بيدمر رجله، وبيفتكر كلامه مع شيمورا نانا اللي شالت اسم ابنها من سجلات العائله كتامين علشان اول فور وان ما يوصلوش ويستغله، وقالت له من النهارده انا ما عنديش اي طفل كل ده علشان تحميه. لكن من الواضح ان الخطه فشلت. ميدوريا بيتعصب وبيهجم عليه لكنه بيتجاهله علشان هدف واحد، التخلص من القدره اللي معطلاه عن تنفيذ خطته. البطله ريكيو بتحاول انها تعطله، ميدوريا بيقيده بالصوت الاسود وهو بيقول انت الوحيد اللي مش هسامحه، فبيرد عليه وبيقول انا بقى مش هسامح اي حد، وبيخترق دراع ريكيو علشان يضرب الطلقه في ايساوا. ميدوريا بيقول لازم امنعه قبل ما يحصل ده مره تانية، وبيستخدم 100% من قدره الوان فرول، ولكن المجنون بيقدر يمسك دراع ميدوريا باسنانه وبيرمي الطلقه في ايساوا. وفي مشهد صادم ايساوا بيقطع رجله علشان يمنع زوال قدرته، لكن ده ما بيوقفش المجنون تومورا بسبب ان ايساوا بعد نظره عنه يقدر انه يسترجع قدرته اللحظه، فبيندفع على ايساوا علشان يخلص عليه، وبالفعل بيقدر يوصل له، لكن شوطه اللي راح ورا ميدوريا وباكوجو بيوصل وبيمنعه قبل ما يخلص عليه. بنرجع لماكيا اللي بيدمر كل شيء في طريقه علشان يوصل لشيجاراكي، والابطال اللي كانوا بيحاولوا يمنعوه بيدخلوا في حاله من الياس. السبب الوحيد اللي ما خلاهوش يخلص علينا انه ما اعتبرناش اعداء اصلا. ايزاوا في الوقت ده بيكون في حاله صعبه جدا، وميدوريا لاول مره بنشوفه غاضب بالشكل ده. شيجاراكي بيكون عاوز ينهي الموضوع بهجوم واحد اخير، لكن اللي بيحصل بينقذ الابطال. جسد شيجاراكي بينهار لانه ما كانش مكتمل، وميدوريا بيفهم ان اللي بيحصل معاه دلوقتي زي اللي حصل معاه اول ما اخد الوان فور اول. جسد شيجاراكي مش قادر يتحمل قوه الاول فور وان، لكن المجنون ما بيكونش فارق معاه جسده وعايز يهجم عليه برضه، بس ميدوريا ما بيسمحلوش يعمل كده، وبيصدم الكل باستخدام قدره الطفو الخاصه بالسابع واللي هي شيمورا نانا علشان ما يخليش شيجاراكي يلمس الارض ويسبب دمار زي اللي حصل قبل كده. ميدوريا بيفقد السيطره على الصوت الاسود فبينزلهم على الارض، وبيطلب منهم انهم ياخدوا بالهم من جراند تورينو. باكوجو بيقول له المفروض انت اللي تبعد عن الشخص ده اكبر قدر ممكن، فبيرد عليه ميدوريا وبيقول له مين اللي هيواجهه دلوقتي، وبيدخل في صدام مع شيجاراكي امام عيون باكوجو الغاضب. وبيفتكر الوقت ده لما كان ميدوريا بيتدرب على الطفو، وكان بيتكلم مع اول مايت عن ازاي هنخفي قدره ميدوريا دلوقتي. كل ما بيتعلم قدره جديده الشك هيزيد حواليه، فبيقول له ما تقلقش احنا هنبين للناس بس الصوت الاسود. فبيقول له ميدوريا بيثق فيك ثقه عمياء. ليه وصف المستخدم الرابع للوان فور اول ما كانش كامل، مع ان تفاصيل موت الخامس والسادس والسابع كانت مسجله. لما سالتك عن الموضوع ده قبل كده ترددت في انك تقول لي هل لانك عرفت حاجه عن الوان فور اول. فبيقول له المايت لسه مش عارف، ومش هقدر اثبت لك حاجه ما اعرفهاش لاني قلقان عليه زيك بالظبط. فبيقول له باكوجو ميدوريا ما بيفكرش في نفسه ابدا، دايما كنت بحس ان ده غريب وكنت عايز ابعد عنه، ما كنتش قادر افهم ضعفي واتنمرت عليه. ميدوريا بيستمر في الهجوم على شيجاراكي علشان يستغل الخلل اللي عنده. الوان فور اول قوه متوارثه لهزيمه الاول فور وان، وما بيكونش فارق معاه اللي بيحصل بعد كده. بيستخدم 100% من قوته في هجمات متتاليه، رغم انه بيفتكر كلام الدكتور لي لو تعرضت لنفس الاصابه مره او اتنين كمان هتعيش من غير ما تستخدم دراعك. شيجاراكي بيتلقى ضرر سريع جدا لدرجه انه مش قادر يتعافى منه. هينال مني لو ما ركزتش على الدفاع، لكن حتى لو تجاهلت ان جسدي غير كامل القوه دي بتمنعني ان انا احقق حلمي. فبيقول له ميدوريا وده الهدف من القوه دي، وهو بيهجم عليه بكل قوته ومش فارق معاه العواقب. شيجاراكي بيقول هل ما فيش عندي اي ميزه تقدر توقف الولد ده؟ لازم الاقيها. باكوجو في الوقت
الوقت ده بيوصل لخطة علشان يساعد بيها ميدوريا. بيطلب من تودوروكي انه يبرد جسد انديفار علشان يقدر يستخدم كامل قوته في ضربة واحدة ويخلص بيها على شيجاراكي. بيوافق انديفار على الخطة وبينطلقوا في تنفيذها. بيقدر انديفار انه يوصل لشيجاراكي وبيستخدم كامل قوته عليه علشان يحرقه بالكامل. لكن في الوقت ده بتحصل مصيبة. ملك الشر بيقول له اعرني جسدك يا تومورا، وفي لحظة بيصيب انديفار وبيقول له اخي الصغير وهو بيهجم على ميدوريا. باكوجو من غير ما يشعر في اللحظة دي ما كنتش بفكر جسدي يتحرك من نفسه. اولفوران بيقدر انه يستفز ميدوريا علشان يهجم عليه، وميدوريا بيقع في الفخ علشان يلمسه اولفور وان. وفي اللحظة دي بينتقل هما الاتنين للبعد الخاص بالوان فور اول. لو ما كنتش اديتني جسدك يا تومورا كان زمانك اتحولت الرماد دلوقتي. فبيقول له انا قلت لك اخرس يا معلمي، ده ارادتي وده حلمي. ميدوريا ما بيكونش قادر يتحرك في البعد ده، فبتيجي شيمورا نانا وبتقول له سيب الباقي علينا احنا. بص يا تومورا دي جدتك الضعيفة اللي اتخلت عن ابوك، سلم عليها. فبيقول لها ما تقلقيش يا جدتي انا بكرهك انت كمان، وبيفعل القدرة اللي بتدمر كل شيء في طريقها. وهنا بيظهر الاول علشان يساعدهم في صد الهجوم، وبيقول له هل جا دور الولد ده يا اخي؟ ده غلطك لانك ما استسلمتش ليا. وبيستخدم قوته مع قوة تومورا علشان يدمرهم. ده غير انه بيحاول يدمر ثقة ميدوريا بانه شخص مش جدير بالوان فور اول. الاول بيقول انت ما تعرفش عنه حاجة، احنا هنفضل معاه. بيستخدم القوة دي علشان يهجم عليهم، وبالفعل القدرة ما بتتسرقش والاتنين بيتحدفوا بعيد. اولفوران بيقول لتومورا ما تفقدش وعيك، خلي جسدك الجديد يكتمل، انسحب دلوقتي وخلي جسدك يسترجع طاقته. على الجانب الاخر اعضاء الاتحاد مع جيجانتو ماكيا بيكونوا متوجهين لمكان تومورا اللي برغم كلام اولفوران لسه مستمر، وبيقول انا مش هعمل اللي انت بتقول لي عليه. لكن الابطال بيوصلوا في الوقت ده وبيضربوه، وايه ده؟ بيقول العملاق الشرير متجه لهنا، وشيجاراكي مفيش فايده، حاطط ميدوريا في دماغه قوه الوان فور اول. والمصيبه ان ماكيا بيوصل هو كمان. توقيت ممتاز يا ماكيا. بالنيران انديفار وضربات الوان فور اول ممكن يتدمر جسد تومورا في اي وقت، ولكن قبل ما يوصل ماكيا شوتو بيدي ضربه قويه لتومورا، بس ماكيا بيديله ضربه وبيقدر انه يلحق تومورا. انديفار بيقول الشخص ده بدأ يتحرك بسببي، وانا اللي لازم اهزمه لان البطل رقم واحد. يا عم تنيل انت والبطل رقم واحد، انت اتهزأت بما فيه الكفاية. ولكن جاء وقت الصدمات. دابي بيقول لشوتو كويس ان انت هنا انت كمان، وفجأة بيرش السائل ده على شعره اللي بيتحول للون الابيض علشان نكتشف ان الشخص ده يبقى تويا ابن انديفار الاكبر اللي المفروض انه ميت. وفي نفس الوقت طلب منه سكيبتك بيخترق جميع القنوات علشان ينشر فيديو بيتكلم فيه عن اللي عمله انديفار ووصله انه يقتل 30 شخص وانضمامه لاتحاد الاشرار. مصيبة وحلت على صاحب الرقم واحد، بيحكي للناس على كل حاجة حرفيا، وعن هوس انديفار الغير طبيعي للتفوق على اول مايت، واللي كان ضحيتها هو واخواته وامه اللي اجبرها على الزواج منه. فضحوا بمعنى الكلمة. انا دلوقتي بدأت استمتع ازاي اقدر اخليك تعاني، ازاي ادوس على حياتك. ده كان كل اللي بيشغل تفكيري من ذلك اليوم. ما كنتش عارف ايه سبب وجودي، وبكيت كل يوم وانا ماسك في ناتسو وانت ما كنتش تعرف ده. ولما كملت دوميتك شوتو فكرت ان اقتله، لكنك بقيت البطل رقم واحد فجأة، واكيد ده كان حمل تقيل عليك. بقيت هادي بسبب تفاعل الشعب معاك، والوقت اللي قضيته مع اطفالك خلاك تحس بروابط العيلة. افتكرت انك تقدر تعيش بشكل لائق لو فكرت في المستقبل بس. انت تقريبا جاهل، فخليني اقول لك على حاجة، الماضي لن يزول. انت لازم تحصد اللي زرعته، فخلينا نسقط سويا يا تودوروكي انجي. تعال وارقص معي في الجحيم يا ابي. وهنا انديفار بيفتكر اللي حصل، والحادث اللي افتكروا فيه ان تويا مات. في المكان اللي كنت بتدرب فيه غالبا احترقت يا تويا حتى الموت. تقريبا كانت النيران اكتر من 2000 درجة مئوية، وعلشان كده ما قدرناش نوصل لجثته، بالكاد لقينا جزء صغير من عظم فكه. تويا كان قريب جدا من انديفار لانه ابنه الاول، وكان شايف فيه موهبة غير طبيعية رغم انه ما حصلش على ميزة الصقيع، لكنه كان عازم على انه يربيه كبطل قوي. بس برضه كان مؤمن انه هيوصل للحلم اللي بدأ فيه، نصف بارد ونصف ساخن. ورغم فشل توارث الميزات الا ان موهبة تويا الخام كانت اكتر مني، وعهدت بطموحي لتويا. لكن فجأة بتحصل حاجة غريبة لتويا. انديفار ما بيكونش مصدق لسه ان ده تويا، فبيقول له ازاي ده ما خطرش على بالك رغم ان ميزات النار نادرة، لكن تقدر تعمل دي ان ايه، ولا اقول لك
لك؟ انا اصلا عملت الاختبار ده ونشرته للناس اللي بقوا عارفين كل حاجة من مصايب الراجل ده. انتم فاكرين ان شخص زي ده ينفع يكون بطل اصلا؟ واللي ليه صلة باندفار ما بيختلفوش عنه. الرقم 2 هوكس ما ترددش لحظة انه يطعن شرير كان بيبكي وبيحاول انه يهرب. بعد كده بيقول لهم ان هوكس قتل بيست جينست علشان يقنعهم بالانضمام ليه، بس ده مش مفاجأة لان ابوه كان شرير ارتكب سلسلة من اعمال السرقة والقتل، وعلشان كده اخفى ماضيه واسمه الحقيقي. واللي قبض على ابوه هو اندفار. بيحاول انه يستغل ده علشان يقلب الناس على الابطال اللي ما عندهمش اي ضمير وبيقولوا كلام عكس فعلهم. شكرا لانك حي وبخير لحد النهارده يا اندفار. وبيهجم عليه وهو مش عارف يتحرك من الصدمة، ولكن فجأة بيتدخل الشخص اللي قال عليه انه ميت، واللي هو بيست جينست، اللي بيقول لهم انا اسف على التاخير. بيست جينست رجع للعمل من تاني، وفي لحظة بيقدر انه يقيد ماكيا وباقي الاشرار اللي موجودين في المكان. دابيا وتويا لسه ما قررناش. بيقول له انت ازاي لسه حي؟ انا متاكد ان الجثه كانت حقيقيه. وشوتو بيهجم عليه في الوقت ده. سبينر بيشوف الوضع اللي هم فيه وبيقول اعتقد ان طاقه تحمل ماكيا مش مطلقه. بعد ما وصل لهنا كان شكله منهك فجاه، لانه خلاص نفذ الاوامر اللي جات له انه يوصل للمكان ده، فلازم ياخد التعليمات علشان يتحرك. انا فهمت، انت من غير التعليمات يا ماكيا انت مش هتقدر تبذل كل جهدك. فبيحاول انه يفوق شجرك لكن مفيش اي فايده. الابطال بيهجموا عليهم ولكن دابي بيدخل في وضع الجنان. ميدوريا بيحاول يتحرك ولكنه مش قادر يعمل كده، وبست بيحاول يوقف دابي. شيجاراكي غارق في الذكريات وفجأة بيقول ماكيا دمر، وبالفعل ماكيا بينفذ التعليمات وبيبدأ انه يتحرر من قيود بيست جينست. شوتو بيكون متعصب جدا وبيقول انت بتقول انك جمعت الاشرار، انت عارف ان ناتسو كان هيموت بسبب واحد منهم، ليه وانت بكيت وانت بتمسك في ناتسو؟ هتعمل ايه لو مات في الوقت ده؟ فبيقول له كان هيكون امر جيد لان ده كان هيخلي اندفار يعاني. بيقول له انت اكيد مجنون. فبيقول له ايوه انا كده يا شوتو، اخوك الكبير ما بقاش يحس باي حاجه، انا هقدر اقتلك اخيرا. والوضع بيزداد سوء مع وصول النومو، وميدوريا مش قادر يتحرك وبيحاول يجبر نفسه يتحرك. بيهجموا على بيست من كل مكان، ولكن في هذه اللحظة بيظهر البطل الغير متوقع، وفي ثانية واحدة بيبعد كل الخطر عن بيست. ايوه طب ازاي رجعت له قوته؟ هو مفيش اصلا غير طريقة واحدة. ايري اللي كانت بتتدرب على قوتها قدرت اخيرا انها تستعملها وترجع للوميليون قوته، ولكن مش هو لوحده اللي بيتألق. باكوجو لسه موجود في ارض المعركة وبيثبت وجوده قدام الجميع. في لحظة واحدة بيكون مكمل على الباقي وباقي الابطال بيتبعوه، لكن دابي بيروح لشوتو بيقيده وهو بيقول له بص لوش ابوك، مع انك دميته اللي تعتبر تحفته الاعظم خسرت قدام القوة النارية الفاشلة وعلى وشك انك تموت. شوتو لو مت بنيراني تفتكر ايه التعبير اللي هيظهره ليا يا ابويا؟ وقبل ما يحرقه بيتدخل ميدوريا بيقول له ما تدخلش نفسك في شؤون العائلة، لكن ميدوريا بيقول له لا شوتو هو صديقي واندفار هو معلمي اللي خلاني اقوى، وبيقول انت مش اندفار. وفي الوقت ده بيتحرر ماكيا وبسبب كلمات ميدوريا اندفار بيقدر انه يتحرر من الصدمة وبيهجم على ماكيا باخر ما يمتلك من قوة. بيبان ان ماكيا ما تأثرش، لكن فجأة بيقع على الارض والسبب هو التخدير اللي حصل من 3 سنين، بس عادي يعني على ما مفعوله اشتغل بسبب انه بغل. فبيستغل بيست الفرصة وبيقيده. كل واحد من الابطال بيخرج كل اللي عنده من قوة علشان ينهوا المعركة دي، ولكن كومبرس بيقدر انه يهرب وبيوصل للعصابة واحد ورا التاني علشان يحولهم لكرات ويهربوا من المكان. ميدوريا في الوقت ده بيستشعر شيء في جسده وحس بيه اكتر من مرة، واللي بتكون ميزة الرابع الاحساس بالخطر. في الوقت ده لوميليون بيقدر يوصل لكومبرس وبيديله لكمة قوية، لكنه بيقدر انه يودي البلورات لسبينر اللي بيحاول انه يفوق شيجاراكي. بيفتكر كلام شيجاراكي وهو بيقول له لما برتدي الايادي دي بحس بالغيظ، لكن عقلي بيهدى. لوميليون كمان خلاص على وشك انه يوصل ليه، وفي الوقت ده بيحط الايادي على وش تومورا اللي بالفعل بيستيقظ وبيخرج طاقة جبارة جدا من موجات الراديو، ولكن المسيطر ما بيكونش تومورا بل اول فور وان. ابذل جهدك يا تومورا. لو قدر يستخدم موجات الراديو بشكل صحيح فهيقدر يرسل اشارات محدده للنوم اللي بالفعل بيبداوا في التحرك لتنفيذ التعليمات. سبينر بيقول هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول له انسحبوا. سبينر بيقول له انت اتجننت؟ اكيد مش هنسيب اصدقائنا وماكيا على الارض وننسحب. وهنا بيعرف سبينر ان ده مش تومورا، فبيقول له ما تقلقش تومورا خسر بالفعل ضد الوان فور اول واندفار، وده علشان هو استيقظ وجسده لسه بيتعدل، وعلشان كده انا جيت للمساعده. الجسم ده محتاج للراحة. سبينر بيقول انا مش فاهم منك حاجة ولكن انا سألتك لو كنت هتتخلى عن اصدقائك، فبيقول له ايوه هتخلى عنهم.
ده هيكون تمن خسارتنا، كل ده علشاني انا. الابطال مستمرين في المقاومة ومحاولة قمع الاشرار، ولا اهم الوصول لسبب المصائب اللي برضه بيستمر في منعهم من الوصول ليه علشان يقدر انه يهرب. وميدوريا مش قادر يعمل اي حاجة، بيحاول انه يقوم علشان يمنعه انه يهرب. اتحرك يا ميدوريا. وبالفعل ميدوريا بيتحرك علشان يحاول يوصل له، لكن بيكون فات الاوان وأولفرون بيمنعه من الوصول ليه. شيجاراكي انا مش هقدر اسامحك، مستحيل اسامحك بسبب الناس اللي انت قتلتهم، لكن في الوقت ده لما سيطر عليك أولفرون كان باين عليك انك بتطلب من حد المساعدة. وفي هذه اللحظة رسميا انتهت المعركة بشكل مأساوي بالنسبة للابطال، لان ملك الشر مش فارق معاه الخسائر اللي حصلت في المعركة دي. ماكيا او غيره مجرد ادوات في ايد أولفرون، حتى دراعه اليمين اللي اتقبض عليه او ري ديسترو والتابعين اللي مش فارقين معاه. كل اللي همه حاجة واحدة بس، الحصول على الوان فرول. على الجانب الاخر الابطال تكبدوا خسائر كبيرة جدا، انعدام الثقة والامان عند الناس بعد اللي حصل. ابطال كتير ماتوا في المعركة دي، وابطال تانيين اتصابوا من غير تحقيق الهدف، واللي هو القبض على شيجاراكي تومورا. وعلى العكس في مصيبة بتحصل بتخسرهم اكتر واكتر. أولفرون بيستغل شيجاراكي علشان يهجم على السجن اللي محبوس فيه جسده الاصلي. شيجاراكي بيقول له انا قلت لك ان ده جسدي ودي ارادتي، لكنه بيقول له انت اللي اخترت ده، انت اللي طلبت القوة ودي النتيجة. ما تفهمش الموضوع غلط يا تومورا، انت ملكي. وباستخدام قوته المجنونة بيقدر انه يتحرر من السجن، وكمان بيحرر معاه اعتى الاشرار اللي كانوا محبوسين في السجن ده، واللي منهم اوفرهول. وبيقول لهم فلتشهدوا على بداية عصر جديد هكون في ملك الشياطين الاعظم. بعد كده بيهرب على متن طائرة. اما الهاي اند نومو والمساجين اللي هربوا من السجن هاجموا على 7 سجون تانيين وتحرر عدد كبير من السجناء، وكل ده لارباك الابطال ويخليهم يتشغلوا في السجناء دول علشان هو يقدر يخلي جسد تومورا يتعافى ويكتمل بالشكل اللي هو عاوزه. وبيطلب من ستين والباقيين انهم يحملوا الجسد ده لحد ما يستريح. ستين بيقول له انت مين؟ شيجاراكي تومورا هو الشخص اللي انا بتبعه، مش دي الاحلام اللي كنا عاوزين نحققها مع بعض. فبيقول له ما تقلقش يا ايجوتشي، انا بحترم مشاعر تومورا، خليه يريح جسده ويكتمل وبعد كده هنحقق احلامنا علشان ناخد الوان فرول ونحكم العالم بصفة الحاكم المطلق لملك الشياطين. الابطال المصابين بيكونوا في المشفى والناس بتقلب عليهم، وخصوصا انديفار. اما ميدوريا بيكون في حالة صعبة جدا، وباكوجو لما بيعرف ده بيكون عاوز يروح له. وبنعرف ان ميدوريا ما بيصيرش اي علامة على انه هيفوق، وبيقول جملة رائعة: ذلك الوغد لو مات هقتله. يا اسطى انت حافظ مش فاهم؟ بنعرف بقى اللي حصل للمسكين هوكس اللي كان معجب بانديفار. ابوه كان شخص هارب بسبب انه قتل حد علشان مبلغ بسيط من المال، وكان قاسي جدا على هوكس اللي عايش في جحيم، وكان عنده امل ان في يوم من الايام حياته هتتغير، لحد ما في يوم من الايام بيعرف ان انديفار قبض على ابوه. في الوقت ده الخيال بقى واقع، الشخص اللي انا كنت بشوفه في التلفاز فقط بطل كان موجود بالفعل. امه كانت خايفه انهم يعاقبوها بسبب انها اخفت ابوه، فكانت بتحاول انها تهرب، لكن ما كانش عندهم اي مصدر يعيشوا منه. لكن لجنه الامن العام اكتشفوا قوته وقرروا يضموه ليهم، مقابل ان كل المعلومات عن ابوه وعلاقته بيه هتتمحي، وبشرط انه ينسى الاسم الخاص بيه نهائيا من النهارده. وهو ما كانش فارق معاه الا انه يكون بطل يهزم الاشرار زي انديفار. بعد كده بقى بنعرف ازاي بيست جينستو لسه حي، علشان هوكس كان عارف ان العصابه مش هتقتنع بمجرد خدعه بسيطه، فقرر تكون جثه بيست جينستو حقيقيه فعلا. عن طريق تقنيه طبيه بيمتلكوها في المشفى المركزي خضع بيست جينستو لجراحه علشان يكون في حاله مؤقته من الموت، وبالفعل ده بيقتنع انها جثه فعلا، واقترح انه يحتفظ بجثته علشان يستخدموها في وقت مناسب. لكن هوكس قدر انه يخرجه في السر. بعد كده بنعرف بقى ان المعلومات اللي عرفها دابي كانت من ام هوكس اللي هددوها، فقالت كل حاجه عنه وعن ابوه، وعلشان ما تتسببلوش في مزيد من المشاكل قررت انها تسيب البيت وتمشي. المشاكل بتزيد اكتر واكتر، ابطال كتير بيعتزلوا والناس بيفقدوا ثقتهم فيهم. اليابان في حاله من الفوضى، والاسطوره ستين خرج من السجن هو كمان وشغال يقتل في اللي مسمين نفسهم ابطال. انديفار لسه في حاله من التشتت ومش عارف ايه اللي ممكن يعمله، حتى لو انكر بيست جزء من اللي قاله تويا مستحيل الحقيقه تختفي. كل اللي عملته في الماضي رجع يطاردني من جديد، حتى لو نجيت من ده البطل انديفار مات، انا مش هقدر اتقاتل مع ابني. في الوقت ده بتيجي عائلته علشان يتكلموا معاه، وخصوصا زوكا
زوجته اللي بتقوله انا جيت اتكلم معاك عن عيلتنا وعن تويا. وهنا بنعرف قصة تويا الكاملة وايه اللي وصله للحالة دي. زي ما احنا عارفين ان اندوفار كان مهووس بأول مايت من البداية وعايز يتخطاه بأي شكل من الاشكال، ولما اكتشف انه مش هيقدر يعمل كده لجأ للطريقة التانية، زواج الميزات. وفي الحقيقة الموضوع كان ماشي بسهولة تامة، لان اهل زوجته باعوها حرفيا. العيلة دي كانت مرموقة في يوم من الايام، ولكن حصلت ظروف اسقطتهم، فكانوا عايزين يستغلوا مكانة البطل رقم 2 والمال اللي هياخدوه منه. وهي كانت عارفة ده ووافقت علشان عائلتها. تويا كان الابن الاول اللي كان تجربة فاشلة، لكنه ما كانش فارق معاه لان قوته النارية كانت اقوى منه بكتير، وكان باني حلم كبير على انه يكون هو الشخص اللي هيتخطى اول مايت. لكنه بيكتشف ان في عيب قاتل عند تويا. عنصر ميزته مايل بشكل اقوى تجاه ميزة النار، لكن جسده شبيه بجسد والدته اكتر، يعني جسمه بيتحمل الجليد والبرد اكتر من النار. وعلشان كده تويا كان لما بيستخدم النار بيصاب بجروح في جسمه اللي مش قادر يتحملها. والطبيب بيقول لهم امنعوا تويا انه يستخدم ميزته قدر الامكان، وده طبعا ما بيعجبش اندفار نهائيا. انا كنت فاكر انك انت اللي هتتفوق على اول مايت. على الجانب الاخر تويا ما كانش فاهم ليه ابوه اهمله. ابوه اللي اشعل جواه نيران لا يمكن اطفائها. لازم تتخطى اول مايت مهما حصل، ده هدفك في الحياه. ولكن فجاه كل ده بيتغير وبيتم نبذ تويا. اندفار المهووس باول مايت بيتجنن اكتر يوم بعد يوم. طفل جديد ولكن تجربه فاشله. الجنان بيزيد والهوس اكتر واكتر لحد ما بيتولد الطفل اللي كان بيتمناه اندفار. ولكن في المقابل هناك من تدمر في تلك المرحله. تويا لسه عايز يثبت نفسه باي طريقه انه يقدر يتفوق على اول مايت. انا عايزك تبص ليا. لكنه بيقوله انت ليه ما بتفهمش؟ حتى بعد ما اتحرقت بالشكل ده روح العب مع فيومي وناتسو او لاقي لك اصدقاء في المدرسه. فبيقولوا كل الاصدقاء في المدرسه عايزين يكونوا ابطال. انا مستحيل افهم لاني ابنك. نيران الحقد بتشتعل داخل تويا المسكين. انا مش هقدر امثل ان ده ما حصلش. بص لي يا اندفار. وبيهجم على اخوه شوتو. بتستمر الايام وتويا بقى عنده دلوقتي 13 سنه، ويبدو انه تأقلم على الوضع بشكل بسيط، لكنه كان بيشوف اخوه شوتو وهو بيبعد عنهم. وبيقول لناتسو انا كنت مخطئ في الوقت ده. شوتو ما عملش اي حاجه، لكن ابويا مخطئ بسبب ان احنا فاشلين. ما بيتكلمش معانا ابدا. بيمتلك اطفال وهو مش محتاج ليهم اصلا. وهو بيحاول يروح علشان يتدرب على الجبل تاني، امه بتمنعه وبتحاول تخليه يتغير وينسى فكره انه يكون بطل. فبيقول لها وانت عارفه ايه يا امي؟ جدي وجدتي كانوا فقراء علشان كده باعوكي ليه، صح؟ ما كانش عندك اي اختيار غير انك تنصاعي لرغباتهم، علشان كده انا اتولدت. انت كمان متورطه في ده يا امي. ونيرانو بتبدا تاخد شكل مختلف وتتحول للون الازرق، وكان متحمس جدا انه يوري ابوه التطور اللي وصل ليه. بيروح لابوه بيقول له تعالى لقمه الجبل في يوم عطلتك اللي جاي. فبيعرف اندفار انه بيتدرب لحد دلوقتي. تويا بيقول له الموضوع مذهل يا ابي، انا ممكن اوصل لمستوى شوتو، اكيد مش هخسر من اول مايت كمان، وواثق انك هتقبل ده وهتكون سعيد لانك انجبتني. واللي بيحصل ان المتخلف بيروح يضرب الام لانها سمحت لتويا يروح للجبل، وطبعا هي كمان الكراهيه بتعمي قلبها بعد كل اللي حصل ليها. وده وصلنا للي حصل لشوتو. ولما اتحجزت في المستشفى سمعت اللي حصل لتويا اللي راح لقمه الجبل واستنى ابوه يجي، ولما فات الوقت وهو ما جاش قوه تويا خرجت عن السيطره وبدا كل شيء حواليه يحترق. ورغم اللي حصل لتويا اندفار استمر في اللي بيعمله، وكانت النتيجه كره ابنائه ليه. لكنهم بيقولوا ان كلنا كنا السبب في اللي حصل لتويا، والمسؤوليه انت مش بتتحملها لوحدك. حتى لو انكسرت روحك احنا هنساعدك على النهوض. ما عندكش طريقه تانية الا انك تقاتل دابي. وشوتو بيوافق على الكلام ده وبيقولوا لما تنتهي من البكاء انهض علشان نروح نوقف تويا مع بعض. وفي الوقت ده بيوصل هوكس وبيست جينستو بيعرض على اندفار تكوين فريق مكون من الابطال الثلاثه الاوائل. وهنا بنشوف اجنحه هوكس اللي بتبدا في الظهور مره تانية. بص لعائلتك واحنا كمان معاك، ده خلى الحمل اخف عليك صح؟ فبيوافق اندفار وهو بيبكي. بعد كده بيقول هوكس بس في حاجه لازم اتاكد منها. ايه هي الوان فور اول؟ احنا لازم نعرف حقيقتها. وهنا بيفتكر اندفار كلام ميدوريا ليه ان شيجاراكي بيسعى وراه، فبيروحوا علشان يزوروا ميدوريا في المشفى ويعرفوا منه ايه اللي بيحصل. لكن ميدوريا في الوقت ده كان في عالم تاني. اجتماع كامل للورثه السابقين الا 2 منهم بيكونوا باصين للجدار، بيتكلموا مع ميدوريا على اللي حصل بعد كده، وان قوته دلوقتي دخلت في مرحله مختلفه وبقت اقوى من الاول. وبناخد صدمه كبيره عن الوان فور اول. الرابع هو الشخص الوحيد اللي قرر انه يطور الميزه
ميزة قبل ما يواجه اول فور وان، لكن حصل معاه شيء غريب وظهر عنده شيء زي الشقوق في راسه. ولما بحث في تاريخه الطبي عرف ان ده بسبب الشيخوخة. شيخوخة ازاي وهو عمره 40 سنة بس؟ وهنا المشكلة، ده بيكون بسبب الوان فور اول. بنعرف ان القوة دي مش اي حد يقدر يمتلكها، وبسبب امتلاك ميزات عديدة في جسد واحد كانت بتنقص العمر. ميدوريا بيقول بس ازاي اول مايت كان بيمتلك القوة دي اكتر من كده بكتير؟ فبيقولوا الاول ان باقي الورثة ماتوا في عمر صغير، فما كناش عارفين ايه السبب. لكن لما قارنا نفسنا مع اول مايت عرفنا ايه السبب. اول مايت كان من غير ميزة، على عكس الورثة الاخرين كان كل واحد فيهم بيمتلك ميزة في الاساس، وعلشان كده جسدهم ما كانش بيتحمل قوة الوان فور اول، ففاضت منهم واتشوهت. لكن اول مايت قدر انه يحمل الوان فور اول لمدة 40 سنة لان وعاءه كان فارغ، واتلمت وان فور اول جواه بشكل ممتاز واصبحت ميزته الحقيقية. ميدوريا بيقول قصدكم ان وان فور اول مش هتنفع تتورث بعد كده؟ فبيقول الاول ايوه، الا لو ظهر شخص ما عندوش ميزة، وده نوع مهدد بالانقراض في جيلك. ده شيء ما كناش نعرف عنه في الوقت ده، علشان كده كان مقدر انها تتورث ليكم. بعبارة اخرى ممكن تكون انت المستخدم الاخير للوان فور اول. بعد كده بتتكلم شيمورو اننا مع ميدوريا عن اللي حصل وعن شعوره تجاه تومورا، لانها شايفه ان ميدوريا مش هيقدر يقتله بعد الاحساس اللي جاله ان تومورا كان عاوز حد ينقذه في الوقت ده. كلهم بيقولوا احنا ما شفناش كده، احنا حسينا بمشاعرك، ولكن كل اللي احنا شفناه انه كان بيمتلئ بالكره. وبتقولوا ان هو لما يتحول لوحش بالكامل مفيش حد هيقدر يوقفه، مفيش مجال تسامحه او تفهمه. لو بالك ان في شخص مش هينفع تصلحه وبيطلب منك المساعده، هل عندك العزيمه انك توقفه حتى لو كان لازم تقتله؟ فبيقول لها ميدوريا انا بالنسبه ليا هو كان بيطلب المساعده، فعمق الكراهيه اللي كانت عنده انا قدرت اشعر بطفل بيبكي. وان فور اول مش قوه الهدف منها القتل، لكنها قوه الهدف منها الانقاذ، وده اللي انا اتعلمته من اول مايت. حتى لو كان اصلها قوه الغرض منها التدمير، بعد ما خاطرتم كلكم بحياتكم وضفتم ليها بقى ليها معنى تاني. انا عايز انقذ الولد ده. كلهم بيتفقوا معاه. الاول بيقول الاثنين اللي لافين وشهم للحيطه من الافضل انكم تبداوا في المساعده قريب، احنا محتاجين لمساهمتكم علشان يتم اطلاق القوه الكامله للوان فور اول. اول مايت بيقعد مع انديفار والباقيين علشان يعرفهم عن الوان فور اول، وبعد كده بيخرجوا علشان يعتذروا من الناس. حاليا مع وجود ابطال اقل من السابق هيكون من الصعب حمايه الكل، علشان كده هيقللوا المساحه اللي لازم يحموها، وهينقلوا معظم الناس للمدارس اللي عندهم دورات تدريبيه للابطال واللي بيكون فيها مساحه وامان كافي. انديفار بيقول لهم اتمنى توجهوا الامكم واستياءكم ليا لوحدي، مش على الناس اللي هتخاطر بحياتها من دلوقتي. كلكم بصوا ليا. ميدوريا بيسيب رساله لجميع اصدقائه بيشرح لهم فيها كل حاجه عن الوان فور اول، وعلشان ما يحصل لهمش اي حاجه بسببه هيسيب يو اي علشان ينضم لفريق انديفار واول مايت في التصدي للاشرار اللي في كل مكان. بعد ما اول مايت قال لامه على كل حاجه، ميدوريا بيروح لجراند تورينو وبيقول ان شيمورو ان انا بتبلغه السلام، فبيديله العبايه بتاعته علشان يستخدمها ميدوريا ويكون بالشكل الفخم ده. بنعرف بقى ان ماسكلر خرج من السجن وكان هيقتل الولد ده اللي اسمه شيندو، لكن ميدوريا بيتدخل بشكله الجديد وقوته الخرافيه، وهو بيكون بيخرج منه دخان، ودي واحده من الميزات السته اللي عنده. ماسكلر بيكون متحمس جدا لقتال ميدوريا، ولكن في الحقيقه يا صديقي انت ما بقتش ند ليه نهائيا. ميدوريا بيستخدم ميزاته بشكل خرافي وبيقدر بكل سهوله يسيطر على ماسكلر. بعد كده بيسالوا ميدوريا عن مكان شيجاراكي واول فور وان، فبيقول له ما اعرفش مكانهم فين، هم قالوا لي اعمل اللي انا عايزه. بعد كده بيتعصب عليه وبيقول له انا عايزك تقاتلني بكل قوتك، انت ليه بقيت ممل كده يا ميدوريا؟ وميدوريا بيقرر انه ينهي الموضوع، وبسرعه خرافيه قبلك ما تحمل 45% من قوته بيخلص على ماسكلر. بعد كده بيسلمه للشرطه وبسرعه بيرجع لاول مايت. بنعرف بقى ان اول مايت طلب له ادوات دعم من الولايات المتحده علشان يقدر يستخدم دراعاته المتضرره، بس بينبهوا انها مش هتقدر تستحمل قوه بنسبه 100%. اول مايت بيكون خايف على ميدوريا بسبب احساسه بالمسؤوليه تجاه الناس، وخايف انه يرهق نفسه. وميدوريا بالفعل بيستمر في انقاذ الناس من غير راحه. لحد دلوقتي ما يعرفوش اي حاجه عن مكان اتحاد الاشرار، والشرطه والابطال مشغولين دلوقتي بالسجناء الهاربين. ميدوريا لازم يستخرج طاقه الوان فور اول الكامله. بنعرف بقى ان لما الاول كلم الاثنين دول وقال لهم انتم لازم تنضموا لينا علشان يتم اطلاق الوان فور اول بقوتها الكامله، هم كانوا بيعملوا كده علشان تفكير ميدوريا اللي عايز ينقذ تومورا، شايفين انه شرير زيه زي اول فور وان واللي عصره في قوته الكامله، لانهم كانوا الاثنين الاوائل بعد الملك الاصلي في حمل قوه الوان فور اول. لكن الاول بيقدر يقنعهم ان كل شيء هينتهي مع ميدوريا اخيرا. اصل الوان فور اول كان رغبتي لعدم الاستسلام لاخي، واخيرا بينضموا الاثنين دول علشان تكتمل قوه الوان فور اول. واول اختبار لميدوريا بيكون البنت دي اللي كانت بطله سابقه في لجنه السلامه العامه اللي كان فيها هوكس، يعني كانت بتشتغل في الخفاء هي كمان. بتكون قويه بشكل غريب، قناصه مرعبه والكل كانوا خايفين منها، وبيكون معاها القوي سابقا اوفرهول
اللي تحول لدمية غريبة. وغير كده بنعرف ان اول فور وان اداها قدرة وهي قدرة المشي على الهواء. ميدوريا بيكون في مشكلة ومش فاهم ازاي يخرج منها، وبيحاول يخرج بخطة علشان يتخلص من المجنونة دي. والقدرة اللي بيستخدمها دلوقتي هي قدرة الهاكي. لا يا اسطى مش هاكي، واللي بتكون قدرة التالت اللي بتخليه سريع بشكل مجنون جدا، وعن طريقها بيقدر انه يوصل ليها، لكنها ما بتكونش بالسهولة دي. ميدوريا بقى بيبدأ يسألها انت ليه بقيتي في صف اول فور وان وانت كنت بطلة قوية، وهي بتحكي له عن قد ايه كانت بتعاني وهي بتقتل الناس علشان تحافظ على المجتمع الزائف ده، وفي الاخر خانوها ولفقوا ليها تهمة هي ما عملتهاش. مستقبل تحت حكم اول فور وان منطقي اكتر من اللي كان بيحصل، وميدوريا بيتطور في القتال ده اكتر واكتر لدرجة انها ما بتكونش قادرة تصيبه، فبتوجه سلاحها الاوفرول علشان هي عارفة ان ميدوريا هيروح ينقذه. ولكن ميدوريا عن طريق الهك بيقدر انه يوصل للسرعة مجنونة، وبيوصل لاوفرول قبل ما تيجي فيه الرصاصة. ناجان بتكون مذهولة من قوة ميدوريا اللي بيتحكم في اكتر من قدرة بشكل رهيب، وكل ده بنسبة 45% من قوته، لكنه بيقدر يستخدم 100% بشكلها المزيف. وفي لحظة وبضربة خرافية بسرعة مجنونة بيقدر انه يدمر سلاح ناجان. بيوصل لها قبل ما تقع وبيقول لها الرصاصة اللي انت ضربتيها على تشيسكي انحرفت، لو كنت في جانب اول فور وان فعلا كنت نهيت المعركة دي من البداية. وبيطلب منها انها تنضم ليهم تاني لانها لسه بتمتلك قلب بطلة، لكنها فجأة بتنفجر، لان اكيد الحيوان ده مش هيسيبها تمشي بالشكل ده. القلب متقلب، وعلشان كده انا عملت احتياطاتي في حالة خالفت العقد. وقبل ما تسقط على الارض بيجي هوكس في الوقت ده وبيلحقها، وبيطلب منها انها تقول اي حاجة توصلهم لمكان اول فور وان قبل ما تموت. وبالفعل بتقول في ظرف شهرين في قصر في غابة هايبر كان المفروض اجيب الهدف هناك، وفي ناس غيرها جالهم نفس الامر، يعني مش هي لوحدها اللي ورا ميدوريا. شيساكي في الوقت ده كان كل اللي همه يعتذر من ابوه، فبيقول له ميدوريا انت فاكر اللي انت عملته في ايري؟ لو كنت عايز تعتذر فعلا اعتذر لايري، وانا هعمل اللي وعدتك بيه ناجان وهخليك تشوف ابوك. وميدوريا الوضع عنده بيكون اصعب واصعب، والغضب على اول فور وان بيكون اكبر. وبالفعل بيروح الابطال المكان اللي قالت عليه، ولكن كما هو متوقع اول فور وان كان عامل حسابه. شاطرين انكم وصلتم للمكان ده، لكن انا كنت عارف انها هتقول لكم على كل حاجه. لما كنت في السجن كنت بفكر فيك يا ميدوريا، ما بقاش عندي اي اهتمام بالغبي اللي اسمه اول مايت. التالي هو دورك. وبينفجر المكان. ميدوريا خلاص بيكون وصل لاعلى مراحل الغضب. اول مايت بيحاول يوقفه لكن مفيش فايده، وبيقول له انا بخير دلوقتي مفيش داعي انك تتبعني. اول مايت بيكون عارف انه مش عاوز يورطه في اللي بيحصل، وعلشان كده مفيش داعي انك تقلق عليا. انا اقسمت بالفعل اني احميه واربيه، لكن انا عارف مقدار الحمل اللي انت شايله لوحدك. ما تجهدش نفسك وحاول ترتاح. انا عاوز اقول لك الكلام ده لكني مش عارف. وبيقع اول مايت على الارض في مشهد بيقول لنا لا شيء يدوم الى الابد. وفي الوقت ده بيكون في حد مراقبه واللي هو ستين. الاشاعات بتبدا تنتشر في كل مكان. شخص بيظهر من غير صوت، بيمتلك اكتر من ميزه زي اول فور وان، بينقذ الناس ولكنه مصاب دايما وجسده مليء بالدماء والتراب. الكل خايفين منه. ميدوريا بقى بيجي نفسه جدا ومش فارق معاه اي حاجه غير انه ينقذ الناس مهما حصل، حتى لو كان ده على حساب جسده. انا لازم اكمل الوان فور وان علشان يعيش الكل في سلام مجددا. وميدوريا خلاص الارهاق سيطر عليه. في الوقت ده بيجي شرير اسمه ديكتاتور، بيكون شغال لصالح اول فور وان برضه، وعن طريق قوته بيقدر انه يتحكم في الناس الابرياء زي الدمى. بيهجموا على ميدوريا اللي مش قادر انه يعمل حاجه بسبب الارهاق اللي عنده. وفي هذا الوقت يصل الاصدقاء. بنعرف بقى انهم ما اقتنعوش بالرساله اللي سابها لهم ميدوريا، وعرفوا انه شغال مع اول مايت واندفار، وبياخدوا الاذن من المدير انهم يرجعوا ميدوريا اليو اي تاني. ميدوريا بيقول لهم انتوا ليه هنا؟ انا بخير ومفيش داعي انكم تقلقوا عليا. باكوجو بيقول له ممتاز، ده اللي احنا عاوزينه بالظبط من وريث الوان فور اول. طيب هل تقدر تبتسم دلوقتي؟ بيقولوا علشان اقدر ابتسم وعلشان الكل يعيش في سلام تاني لازم اعمل كده. ابعدوا عن طريقي دلوقتي. وبيبداوا في مطاردة ميدوريا اللي بيحاول يبعد عنهم، وهم بيحاولوا يوقفوه بكلامهم معاه عن الايام اللي مروا بيها مع بعض. وفي النهايه بيقدروا انهم يوقفوه، بيقولوا له ارجع معانا اليو اي. فبيقول لهم انا نفسي اعمل كده بس مش عاوز اسبب لكم اي مشاكل، هما والناس اللي في يو اي. باكوجو بيقول انا قلت لك قبل كده لما طعني شجارك ما تحاولش تفوز لوحدك. انا كنت بتنمر عليك لانك كنت بلا ميزه وكنت متخلف عني بوضوح، لكن انا كنت برضه حاسس انك متقدم عني، وانا ما كنتش عايز اقبل ده. علشان كده فضلت اتنمر عليك وحاولت اني احس اني متفوق عليك برفضك، لكني كنت بخسر قدامك دايما. لما دخلنا اليو اي مفيش حاجه مشيت زي ما انا كنت عايز. في كل يوم كنت بحس بمدى قوتك ومدى ضعفي انا. ده اللي انا بحس بيه فعلا يا ايزوكو.
انا اسف على كل حاجة، كل اللي انت عملته بعد ما ورثت الون فور اول كان مثالي، ما عملتش اي شيء خاطئ، لكن دلوقتي انت مش مستقر في جدار مش هينفع تتجاوزه بافكارك المثالية لوحدها. احنا هنعتني بالاشياء اللي انت مش هتقدر تعتني بيها. ميدوريا بيكون خلاص جاب اخره وبيسقط على كتف صديقه. بعد كده بياخدوه على يو اللي بقت عبارة عن دراع دفاعات خارق. بس بيكون في مشكلة تانية، الناس ما بتكونش قابلة ميدوريا وبيكونوا خايفين على نفسهم لانهم بقوا عارفين ان اول فور وان بيدور عليه. لكن اوراراكا بتتكلم معاهم عن ميدوريا وايه اللي عمله علشان يحاول يصلح كل شيء لوحده، والناس اللي انقذهم ميدوريا بيتكلموا هم كمان، وفي النهاية بيطمن الناس وبيقول لهم انهم هيرجعوا كل شيء زي ما كان. واخيرا بيكون في ملجأ لميدوريا اللي فضل تايه طول الفترة اللي فاتت. اول مايت بيروح عند التمثال بتاعه اللي بيكون عليه لافتة مكتوب عليها لم اعد هنا، وبيكون متضايق من اللي بيعملوه انه بقى عائق في طريق ميدوريا. وفي الوقت ده بيهجم عليه ستين، بيكون فاكر ان ستين مش عارف هو مين بسبب انه كان في السجن في الوقت اللي اول مايت فيه تحول للشكل ده. فبيقول له انت مش اول مايت ايها المزيف، دي ارض البطل المقدس، مين انت علشان تنتحل شخصيته؟ اول مايت بيقول انت عندك حق، انا الوحيد اللي ببتعد اكتر عن كوني بطل ومش قادر دلوقتي اساعد تلميذي. ستين بيقول له ده وقت ممتاز، بص عليها مره كل يوم بتروح وبتنظف تدنيس الجماعات الكارهه للابطال. اول مايت بيقول انها بتعرض نفسها للخطر، هي مين دي؟ فبيقول له دي اخر حد انقذه اول مايت، اللي قالت له في الوقت ده ما تخسرش يا اول مايت ارجوك ساعدني. بيتعصب على ستين وبيقول له مهما حصل اول مايت كان بيبتسم وهو بيضحي بنفسه علشان الناس، وما كانش ده ليه علاقه بقوه الشخص اللي اسمه اول مايت واللي يقدر يعيش بالشكل ده. شخص زيك ملوش الحق انه يتكلم عن اول مايت، روح البطل موجوده بس علشان الاخرين. انا مش عارف انت مين، لكن لو كنت بطل حقيقي استخدم المعلومات دي وبعد كده تعالى واجهني وخلص عليا ستين اللي قتل 40 بطل. بعد كده بيرجع الموضوع لشكله الطبيعي وميدوريا بيعود الى موطنه، وكان زعلان من الطريقه اللي عامل بيها اول مايت اللي في الوقت ده بيجي وبيعتذر منه لانه ما قدرش يساعده، وبيقول لهم انا مش هدخل في تفاصيل لكن حصلنا على معلومات وهنكون محتاجين للكل حتى انا. في الوقت ده بنعرف من هوكس ان السجلات اللي سلمها ستين كانت مهمه جدا وغيرت مفاهيم كتير. ستين ما كانش عنده اي نيه يدي المعلومات دي الا لاول مايت. قبل شهر والمساجين بيهربوا من السجن، ستين بيشوف واحد من الحراس بيحاول يحمي شيء بكل قوته، فبيحاول ياخده منه وهو بيقول انا مش هديهولك مهما حصل، لكن في النهايه بيسحبوا منه ستين اللي بيكون عباره عن وسيط تخزين. الحارس بيقول رجعوا، انت قاتل لازم يتسلم لشخص عادل. فبيقول له ستين هم دمروا الحاضر، ما تقلقش انا همرر معتقدك لشخص عادل. فبيقول له اكيجيرو انت انسان ولا وحش؟ ستين بيرد عليه وبيقول له انا وحش انحاز لصف عالم عادل. يخرب بيت جمدانك يا ستين، انا مش عارف ايه اللي كان بيحاول الراجل المجهول ده يحميه باخر انفاسه، لكن انا هديه للراجل الوحيد اللي بثق فيه. بنعرف بقى انهم وصلوا لوقت اكتمال شجرة تومورا واللي هيكون بعد 3 ايام بس. اول مايت بيقدم طلب مباشر للمساعده من ابطال العالم. اغلب الابطال اللي بيوقفهم هي الوثائق اللي بتسمح لهم يخرجوا بره بلدهم، لكن في شخص بيلبي الدعوه مباشره واللي بيكون اسمها ستار، نسخه اول مايت النسائيه، اللي بتقول ده طلب من اول مايت معلمي وشكلنا هنشوف جمدان، وخصوصا المعركة النهائية اللي هتكون في آخر موسمين من بوكو نو هيرو. أتمنى يكون الملخص عجبكم، ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة علشان ما يفوتكمش اللي جاي. تحية من أخوك رضوان، سلام عليكم.